مراقبينهم في إدلب كيف يبدو وضع ربما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت الهجمة البربرية على المنطقة الشمالية من فلوجة وبالأخص من خان شيخون وحتى الكراقل ساخنة حتى الآن. يقوم الجيش النظامي بإلقاء القنابل والمتفجرات والبراميل المتفجرة على المدن والمناطق المجاورة لخان شيخون وإسقاط براميل الTNT على البيوت الآمنة. وقد حدث هناك الكثير من الإصابات واستشهد العديد وتهدمت البيوت في تلك المنطقة. حالة رعب وهلع بين السكان حتى أنهم لا يستطيعون النزوح أو الهروب من الخط البربري من الجيش النظامي المجرم، ومعظمهم يقبعون في الملاجئ أو أكثر من 20 شخصا في منزل واحد. ويقوم الجيش الحر بالتصدي بهذه الهجمة البربرية وإلحاقهم خسائر فادحة، وتم الاستيلاء على الكثير من العتاد لديهم على طريق خان شيخون معرض النعمان. وهناك اشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن بالقرب من حيش، من بلدة حيش التي حاول الجيش المجرم الدخول وحرق فيها بعض المنازل، ولكن تصدى له الجيش الحر ورده عن مسيرته التي كان يريد التقدم ليعيد سيطرته على حواجز معركة النعمان التي سيطر عليها الجيش الحر في تلك المنطقة. الحالة الإنسانية في تلك المنطقة أختي كريمة سيئة جدا للغاية، بحيث أنه لا يستطيع أحد إدخال المؤن الغذائية ولا حتى الدواء، أو حتى لا يستطيعون إخلاء الجرحى من المناطق بسبب كثافة القذائف التي تنهال على تلك المناطق من تلك المناطق العامرية وجبالة وحيش وفرسجة والركاية. وشهدت صدفة لأول مرة من نوعه ليلا تقوم طيارات الميك بإلقاء الصواريخ وبراميل الTNT على تلك المناطق ليلا لأول مرة تشهدها تلك المنطقة. وفي